السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، فيديو اليوم أود تخصيصه للحديث عن باب طبنة، وهو باب مسجد سيدي عقبة العتيق. باب طبنة هذا ينتسب إلى مدينة طبنة التاريخية المتواجدة بضواحي باركة. في العام 1986 أصدرت الجزائر طوابع بريدية تخص أشهر وأهم المساجد التاريخية بالجزائر، ومنها مسجد سيدي عقبة المتواجد بمدينة سيدي عقبة ولاية بسكرة. الطابع هذا حمل صورة باب طبنة، لكنه وللأسف تعرض إلى جريمة تاريخية وثقافية، وأنا أعتبرها تزوير في وثائق رسمية، لأن الطابع البريدي هو وثيقة رسمية يستطيع الإنسان أن يؤرخ بها لأي دولة من أي نقطة في العالم، حيث أشار هذا الطابع إلى أن هذا الباب هو باب مسجد سيدي عقبة المتواجد بمدينة طولقة، وشتان بين طولقة دقلة نور وسيدي عقبة الصحابة والفاتحين. وللأسف الشديد أن مصمم الطابع هو السيد محمد تمام ابن المنطقة، ويعرف آه، معالمها التاريخية جيدا. ومنذ العام 1986 وأنا العبد الفقير لله وبعض الأصدقاء المهتمين نسعى جاهدين إلى تصحيح هذا الخطأ التاريخي من خلال الملتقيات التي تقام هنا بالمركب الإسلامي بمدينة سيدي عقبة، وكذلك عبر المعارض لهواة جمع الطوابع البريدية. لكن إلى اليوم لا حياة لمن تنادي، فنرجو من يهمهم الأمر والمعنيين بأخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار وتصحيح هذا الخطأ، إكراما للفاتح عقبة بن نافع ولمسجده العتيق ومدينته الطاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.